السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معكم سارة. لا اول مرة هتشوفيني او هتشوفي القناة، هتنزلي تحت الفيديو تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل عشان اي فيديو ان شاء الله بعد كده انزله يوصلك اشعار بيه على طول، فتقدري تتفرجي على الفيديو. كمان ما تنسينيش في اللايك عشان اللايك تفاعل بيرفع الفيديو يوصل البنات كلها، فالكل ان شاء الله يقدر ان هو يستفيد بالمعلومة. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب العالمين. النهاردة أنا هكلمكم عن موضوع مهم جدا. الموضوع اللي أنا هتكلم عنه النهاردة ده يعتبر من أهم الفيديوهات اللي ممكن تسمعيها هنا في القناة، وإن شاء الله بإذن ربنا هيفيدك جدا وهتعرفي منه حاجة مهمة. اولا كده انا المعلومه دي خدتها من دكتور، عايزه اقول لكم ان هو عنده ضمير. تمام؟ يعني سيبكم بقى من اي دكتور عامه، عشان الناس بس اللي هي بتقول لي احنا ما بنروح للدكتور نقول له احنا عايزين حمل في بنت او عايزين حمل في ولد وبيقول لنا الحاجات دي خرافات او الحاجات دي مش موجوده او كله بايد ربنا. طبعا هو في الاول وفي الاخر طبعا كل حاجه بايد ربنا، واحنا مقتنعين جدا بحاجه زي دي. بس طبعا دلوقتي الطب يعني بقى فيه تطور في الطب. تمام؟ يعني دلوقتي في حاجة اسمها تحديد جنس جنين. في دلوقتي دكاترة بتعمل دراسة معينة على موضوع تحديد جنس الجنين ده، وبيبدأوا عن طريق الدراسة دي ان هم يعني يقولوا حاجات معينة او يدوا علاجات معينة او ادوية معينة تساعد على الحاجة دي. زي ما احنا قلنا ان الحيوانات المنوية الذكرية هي بتنجذب اكتر للمكان القلوي او البيئة القلوية. تمام؟ فعشان كده احنا بنهيئ المكان ان هو يكون قلوي عشان تنجذب ليه الحيوانات المنوية الذكرية، ولازم ان الجماع ما يحصلش غير في يوم نزول البويضة. والحيوانات المنوية الأنثوية بتعيش فترة طويلة من 3 أيام ل5 أيام، فلو حصل العلاقة بعد الدورة مباشرة بتقدر الحيوانات المنوية اللي هي الأنثوية تعيش فترة طويلة، فبالتالي عقبال ما تنزل البويضة هتكون هي اللي لقحتها. والحيوانات المنوية الأنثوية بتنجذب للمكان الحمضي أو الرحم الحمضي، فاحنا بنهيئ نفسنا قبل ميعاد التبويض بفترة ان احنا نخلي المكان ده حمضي. جبت لكم المعلومة دي من اكبر دكتور في تحديد جنس الجنين، ازاي ان انت تحملي في ولد او ازاي ان انت تحملي في بنت. عشان كده دايما بقول لكم يا جماعة خدوا الكلام واعملوا بيه وتوكلوا على الله. ودي طبعا كلها في الاول وفي الاخر دي اسباب، وطبعا ربنا احنا عارفين ان هو اللي اراده في اي حاجه، انا مش بتدخل والله في اراده ربنا، بس انا مقتنعه جدا ان ربنا زي ما خلق الداء خلق له الدواء. تمام؟ يعني ربنا اكيد خلق المرض، بس خلق حاجه بتعالج المرض ده. ربنا ممكن يكون كاتب لي ان انا خلفتي كلها هتكون اناث، وممكن دعاء مني يغير القدر ده كله. فيعني ربنا صانع المعجزات، فاحنا مش عايزين اليأس يدخل قلبنا وان احنا نحبط وكلام من ده، او ان احنا مثلا نبدا نقول دي حاجه بايد ربنا. لا، انا بحس ان الكلام ده كله سلبي. انا بايدي ان انا اخد بالاسباب وادعي ربنا واعمل اللي عليا، وربنا قادر على كل شيء. طيب خلينا بقى في الموضوع بتاع النهارده. المعلومه دي انا جبتها من اكبر دكتور في تحديد جنس الجنين. ان شاء الله باذن ربنا المعلومه دي هتفيدك جدا. هو عباره، بصي بقى، ارمي كل حاجه ورا ظهرك. تمام؟ حاجتين بس اعملي بيهم. لو انت عايزه حمل في ولد، الجماع ما يحصلش غير يوم نزول البويضه. طب انا اعرف ازاي يوم نزول البويضه؟ بتتابعي عن طريق السونار. تمام؟ او بتتابعي عن طريق اختبار التبويض، بتجيبي اختبار التبويض في البيت وتشوفي مثلا انا دورتي كل 28 يوم مثلا، يعني هيكون التبويض عندي غالبا في اليوم اللي هو ال14، ده يوم نزول البويضه، بيكون منتصف طول الدوره الشهريه، وده غالبا مش في كل الحالات. يعني لازما برضو ان انت تروحي تعملي متابعه تبويض او تجيبي اختبار التبويض في البيت عشان ده اضمن واحسن ليكي. بس في معظم الحالات يوم التبويض بيكون منتصف طول الدوره الشهريه، هو ده يوم التبويض عندك. طيب انا بعمل ايه؟ بصوا المعلومه دي او الاقراص دي اهم حاجه في الموضوع. دي اقراص الزنك. تمام؟ الاقراص دي اهم حاجه، دي حبوب الزنك. حبوب الزنك اهم ما في الموضوع، بتاخديها لمده شهر قبل الحمل. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت الجماع ما يحصلش غير يوم نزول البويضه.
تالت حاجة ان لازما الوسط يكون قلوي، فانا هنجيب ربع معلقة من الكربوناتو او ربع معلقة من الصودا مع لتر مية، وناخد بسترنجة او المبسم اللي هو بيتعمل بيه تشطيف مهبلي، واعمل تشطيف مهبلي قبل الجماع. بصوا هما نوعين دواء، واحد للحمل بنت وواحد للحمل في ولد، يعني ده للحمل في ولد، والنوع التاني المغنيسيوم ده للحمل البنت. فالنوعين دول هما اهم حاجه، ده للبنت وده للولد. طيب مع القواعد اللي انا قلت لك عليها، اول حاجه لو انا عايزه ولد الجماعه ما يحصلش غير يوم نزول البويضه من بعد الدوره، ان انا باخد الحبوب الزنك لمده شهر قبل الحمل. كمان ممكن اخد معاه فيتامين ه تركيز 1000 كويس جدا. انا اعمل تشطيف بميه وكربوناتو قبل الجماع بساعه. هحاول ان انا ما اندمجش في العلاقه مع الزوج، او ما يحصلش اثاره من ناحيتي مع الزوج اثناء المباشره، لان الاثاره دي بتكون غلط. في دكاتره قالوا ان هي الاثاره بتعمل افرازات قلويه فدي بتساعد اكتر، لا انا بقولك بلاش. طيب دي القواعد الاساسيه. تمام، الجماع يكون بوضعيه السجود وما يحصلش غير يوم نزول البويضه. طيب لو انا عايزه حمل البنت بقى، الحبوب دي هي حبوب المغنيسيوم. تمام، بتاخدي حبوب المغنيسيوم بتاخديها ازاي؟ بتاخديها كل يوم حبيتين قبل الحمل بشهر، والزنك كل يوم حبيتين لو انت عايزه ولد، الزنك لو انت عايزه ولد كل يوم حبيتين قبل الحمل بشهر بعد الاكل طبعا. تمام، بتبداي ان انت تاخدي المغنيسيوم وبتاخدي معاه فيتامين سي فوار بقى اقراص، في اقراص كويسه جدا اسمها سي ريتيرد. تمام، يبقى انا باخد فيتامين سي، باخد المغنيسيوم، والجماع بيحصل بعد الدوره مباشره، الجماع بالوضعيه العاديه او الوضعيه التقليديه. اخلي في اثاره من ناحيتي اثناء المباشره، يبقى في اثاره من ناحيتك. لازما ان انتي تبداي تاخدي الحاجات دي، طبعا الاجبان والالبان ومشتقاتها، وشويه من الخل على لتر ميه، غطا من الخل على لتر ميه، وتشطيف مهبلي قبل العلاقه بساعه او نص ساعه عشان الحمل البنت. شفتوا انا اختصرت لكم الموضوع كله في حاجات بسيطه او نقاط بسيطه عشان ما تحتاروش. اولا الحبوب دي كنديه، يعني نوعيتها كويسه. لو مش متوفره عندك في البلد عادي هاتي المتوفر عندك. ده حبوب الزنك دي للحمل الفرد، دي حبوب المغنيسيوم للحمل البنت. وعايزه اقول لكم ان هم متوفرين هنا في السعوديه في النهدي، هتلاقيهم في النهدي. الشركه اسمها جاسمين، اسمها جاماسون. تمام، دي الشركه بتاعتهم. وده شكل العلبه، ده المغنيسيوم، وده هنا بسعره 55 ريال تقريبا يعني. وده مختصر الموضوع، بس انا حبيت ان انا افيدكم بالمعلومه دي وعشان اسهل لك الوضع. طبعا لو انت في اي بلد تانية هاتي المتوفر عندك، كله زي بعضه مفيش فرق. تمام، بس طبعا لما الحاجه بتكون مستورده بيكون افضل او احسن. هنا تركيز الزنك ده 10 مللي جرام، عشان كده بقول لك خدي حبيتين كل يوم. المغنيسيوم 100 مللي جرام. يا رب اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم. ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. استكم في رعايه الله وحفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.